بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا عليه وسلموا تسليما. عشان احنا النهاردة هنتكلم عن رسول الله. هنتكلم عن درس آه، رب العالمين نزله على رسول الله، بيعلم رسول الله حاجة. طبعا ده شرف عظيم بقى ان ربنا اصلا يديك في القرآن الدروس اللي كان بيديها للرسول عليه الصلاة والسلام. علم مش هتلاقيه في حتة، مش هتلاقيه في أي حتة. وعلم منين بقى؟ من العليم الحكيم. الملائكة كانوا بيقولوا ربنا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هو لو ما علمكش أنت يبقى أنت ما اتعلمتش أصلا أي حاجة، ولا عمرك هتوصل لأي حاجة لو أنت ما خدتش العلم من رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ودي طريقة أنت تقرب بيها من القرآن. أنت عايز تتعلم من رب العالمين مباشرة. فلما يبقى الدرس بقى ما بين نازل من رب العالمين للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ده قرآنا يمشي على الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض. فكان عامل إزاي؟ تعالى كده بقى نخش في السورة. هي سورة عبسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أنا هقف هنا. هي طبعا أسباب النزول معروفة. إن في صحابي أعمى اسمه عبد الله ابن أم مكتوم. كان شاف الرسول، والرسول كان قاعد بيعمل عرض لسادة قريش، الناس اللي معاهم اللي معاهم السلطة، اللي لو وافقوا خلاص الموضوع انتهى وخلص وخلاص الإسلام انتشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد بيعمل لهم عرض، عايزهم يخشوا في الإسلام. فطبعا الرسول كان مركز، فجه عليه وكان في إلحاح أن جاءه الأعمى. جاي عليه أهو، وفي إلحاح منه، هو عايز يسمع، هو عايز يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. بص الآية بقى، بص ربنا بيقول إيه. طبعا أنا فيها درس ظاهري اللي هو في التعامل بين الناس، وتفضل مين على مين، وانت ما تعرفش الخير هيبقى مع مين فيهم. ده الظاهري. آه، لكن بحكم شغلي بقى في درس باطني كمان، اللي هو درس في إدارة لغة الجسد. ده درس جوه بقى، درس مستخبي كده. يعني هي فيها درسين مع بعض. آه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ عبس. عبس يعني إيه؟ هو ما كشرش، هو ادى وش جد وتولى. خلاص ودى وشه الناحية التانية. طب عبس وتولى، فربنا هنا في عتاب. عبس وتولى، فالرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم. يعني ممكن يكون قال له مش وقته دلوقتي، أنا ورايا حاجة تانية. طب هو الراجل أصلا أعمى، وربنا بيوضح لنا عبس ده انفعال في الوجه. عبس انفعال والراجل مش شايفه. الراجل مش شايف وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعبس انفعال في الوجه، وش جد وبص الناحية التانية، فالأعمى مش شايف. طب إيه السر بقى؟ بص بقى، لغة الجسد إن الانفعال اللي بيظهر على وشك هو بينتقل عن طريق الصوت. يعني لو أنت بتتكلم وأنت مبتسم غير وأنت بتتكلم وأنت جد. بص فرق الصوت. مين بقى اللي يعرف الحاجات دي؟ العليم الحكيم، هو عارف. يعني درس جوه درس. انت هتتعامل مع الناس بره ازاي، وطالع منك التواصل بتاعك طالع ازاي عشان تقدر تأثر على الناس وتجذبهم للرسالة. فعبس وتولى، يعني وانت بتتكلم مع حد خليك دايما مبتسم، حتى لو مش شايفك، حتى لو انت بتكلمه على التليفون خليك مبتسم. خليك مبتسم، لأن الابتسامة بتوصل. دي من أول الدروس اللي احنا بنعملها في البيع والتفاوض، إن وانت بتتكلم مع الناس
حتى لو بتتكلم معاهم على التليفون خلّيك مبتسم. بُص الدرس بقى موجود من 1400 سنة، بس أنت لازم تركّز في التفاصيل، لازم تركّز. وأنا اللي وقّفني الراجل أعمى ومش شايف تعبيرات وِش الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مش شايفها. فليه ربنا يحُط كذا خط تحت دي؟ عشان نبرة الصوت بتبان. بُص بيعلّمنا إزاي اتعلّم من العليم الحكيم مباشرةً. آآ فده درس، والقرآن مليان دروس. ولو أنت داخل على القرآن بتركيز أوي، أنت هتتعلّم حاجات أنت مش هتصدّقها. بس خلّيك بتتفاعل مع القرآن واحدة، واحدة عشان تقدر تستوعب الدروس العظيمة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.